تعال احكي لك عن اشهر عالم رياضيات سفاح في تاريخ امريكا. سيودور كازينسكي، مفجر الطائرات والجامعات، بروفيسور وعالم رياضيات عبقري تحول لقاتل محترف وواحد من اخطر المجرمين في التاريخ. وهو عنده 6 سنين عملوا له اختبار ذكاء وجاب اكتر من 160، وده سكور عالي جدا، اعلى من سكور اينشتاين. واخد بكالوريوس في الرياضيات وقدر يحضر الماجستير والدكتوراه في 5 سنين بس، وبقى اصغر استاذ مساعد في تاريخ جامعة كاليفورنيا. وكل اللي حواليه كان متوقع ليه مستقبل عظيم جدا، لحد فجأة وبدون اي مقدمات قدم استقالته من الجامعه وبنى لنفسه كوخ مستقل في وسط الغابه بعيد عن اي مظهر من مظاهر التكنولوجيا والكهرباء، وبدا اعماله الاجراميه من هناك. والسبب الوحيد كان كرهه للتكنولوجيا، وانه كان عايز يوقف اي تقدم تكنولوجي في العالم. وطريقته في القتل انه بيصنع طرد بريد متفجر، بمجرد ما يوصل للشخص ويفتحه بينفجر فيه. وبدا يبعت الطرود دي لاساتذه جامعات ودكاتره وحتى طلاب دراسات عليا، وبدا يستهدف معاهد التكنولوجيا نفسها، واحيانا كان بيستهدف طائرات وجامعات. واي حد كان بيحس انه يقدر يطور تكنولوجيا معينه كان بيستهدفه فورا. واستمر على الحال ده فتره طويله جدا، وما كانش في حد قادر يوصل له او يوقفه، رغم انه كان لوحده تماما. وده كان بسبب ذكائه العالي جدا، وقدر يسبب خسائر كتير جدا من عشرات المصابين والقتلى. وفي شهر ابريل سنه 96 تم اعتقاله في الكوخ بتاعه بعد صراع شرس مع الاف بي اي استمر اكتر من 20 سنه، كواحد من اخطر واشرس المجرمين في تاريخ امريكا. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.